ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ عدى اسبوع على الفيديو اللي فات. الاسبوع ده حصل فيه حاجات كتير قوي. هبتدي الفيديو بان انا اتكلم في النقط اللي الناس اتكلمت معايا فيها، فكره الفوكس اللي كان بيروح ويجي كل شويه في الفيديو. الحاجه دي هحاول يعني يا ريت تكون اتظبطت في الفيديو ده، وبرده قولوا لي في الكومنتس لو لسه في مشكله، لو لسه الدنيا مش تمام او كده. تاني حاجه انا عاوز اتكلم فيها هي ايه بقى الحاجات اللي انا عملتها طول الاسبوع اللي فات ده. الحقيقه انا سافرت، خدت الاجازه بصراحه من هنا بتاعت نص السنه من الكليه. انا لسه في كليه باي ذا واي، انا في حاسبات ومعلومات او حاسبات وذكاء اصطناعي جامعه القاهره، وطلبت اجازه من الشغل من هنا وقررت ان انا اسافر على سيوه. اخر مره انا سافرت فيها في الشتاء رحت دهب وساعتها انا اتبسطت بصراحه في دهب. دهب كانت لذيذه جدا جدا جدا. هاويفر السنه دي لقيت ان حرفيا مصر كلها طالعه دهب، فقررت ان انا اطلع مكان جديد. وشفت السيوه يعني فيديوهات كتير قوي على الانترنت، وناس كتير قوي راحت وناس كتير قوي شكرت فيها، وشفت فيديوهات بصراحه شجعتني ان انا اطلع سيوه. فقلت ليه لا، واقترحت على واحد صاحبي. وانا بصراحه كنت عايز يعني اطلع طلعه كده اللي هو استجم كده شويه بقى، هدوء وافضي دماغي وبتاع. فقررت ان انا اطلع على سيوه، اطلع على مكان فاضي محدش عارف عنه قوي، مكان في اللذيذ كده في الرايق وايه، والدنيا تبقى احسن شويه من ان انا اطلع مكان زحمه كل الناس طالعه فيه، عشان كل الناس عارفه ان المكان ده بيبقى رايق في الشتاء يعني. كلمت كذا حد من صحابي. واحد صاحبي كان اكشلي اول ما كلمته اقترح عليا سيوه من قبل ما انا اقول له ان انا عايز اطلع سيوه. كان ان قوي فكره ان احنا نطلع على سيوه دي، فقررنا ان احنا نطلع. قلت لكذا حد من صحابي بس مش كل الناس كانت هتعرف تطلعها، فقررت انا وصاحبي ده ان احنا خلاص نتفق ونطلع على سيوه. واتفقنا على المواعيد اللي احنا هنعرف ناخد فيها اجازه، وانا طلبت الاجازه من الشغل وقال لي بيس بتاعنا هدور على اماكن او شركات بتطلع على سيوه. بعديها بيوم كده او يومين كلمني قال لي ان هو لقى شركه، وان هي اقتراح من حد صاحبه يعني طلع مع الشركه دي قبل كده، وان هو قال ان هم كويسين جدا جدا جدا. فاحنا قررنا ان احنا خلاص مش مشكله عادي. فقلت له احجز وعلى الله التسهيل. فاول حاجه حصلت الاسبوع ده ان انا صورت الفيديو اللي انا نزلته. اكشلي انا نزلت الفيديو ده اول ما رجعت من السفر بيوم، نزلت الفيديو الاولاني اللي انتوا شفتوه، وبدات اكتب في السكريبت بتاع الحلقه دي. مش سكريبت يعني، شويه نقط كده، شويه هيدلاينز كده عشان اطلع اتكلم في اللي حصل الاسبوع كله. فاول حاجه حصلت في الاسبوع ان انا صورت الفيديو اللي فات، حضرت الشنط بتاعتي، واتجهت انا وصديقي اللي احنا كنا مسافرين سوا الى الباص، واللي كان هيتحرك الساعه 11 ونص. المهم ان المكان بتاع الباص ده كان جنبه فيه ماك، واحنا للاسف ما كناش عاملين حسابنا على اكل او سناكس ناخدها معانا في الطريق. احنا دلوقتي يا جدعان دلوقتي في ماك عشان احنا مسافرين. لا انا يعني ما نتكلمش في الفيديو يعني. قصدك نتكلم؟ لا مش هنتكلم، ده فويس اوفر بس خالص يعني، زي الناس الفلوجرز. ونعمل فويس اوفر. ماشي. فاحنا هنسافر بس اولا هنجيب شويه ماك علشان ناخد الاكل معانا في السفر كده، عشان طريق السفر طويل. فجس بقى احنا ايه رايحين فين. بعديها اتجهنا ركبنا الباص في رحله طويله مدتها كانت 10 ساعات. كناش نعرف الناس قوي اكيد، كنا طالعين مع جروب كده لسه بقى مش عارفين هل الجروب ده لذيذ مش لذيذ، لسه مش شايفينهم اصلا. الساعه 11 ونص والباص مضلم والدنيا ايه، ما كناش نعرف اي حد اصلا عشان نتعامل معاه. فكل واحد رقع السماعه بتاعته وانطلق ونمنا، عشان احنا كان المفروض ان احنا ننام في الباص، عشان احنا اول ما هنوصل البروجرام بتاع اول يوم هيبتدي، على اعتبار ان احنا نمنا في الباص، على اعتبار يعني. واول ما وصلنا على المكان اللودج او المكان اللي احنا هنقعد فيه يعني، اللي فيه الاوض، انا وصديقي شاوت اوت بلال، صديقي صانع محتوى برضو بس مش على اليوتيوب، على الانستجرام، هسيب لكم اللينكس برضو تحت في الديسكربشن. اول ما وصلنا اول حاجه عملناها ان احنا طلعنا الاوضه طب يا جماعه دخلنا الاوضه بتاعتنا. ايه رايك يا ابو سلام. في فوطه هنا متعلقه دي مريحه. عندنا هنا لمبه من الملح، لمبتين من الملح، سرير دبل وسرير سنجل عشان 2. الحمام يا رجال. انت عارف الاوضه دي محتسبه تريبل تقريبا؟ ما هي دي تريبل اصلا صح، بس هم ما عندهمش دبل تقريبا يعني، بيخلوها 2 في 1. عشان تعملها سرير صراحه. انت خلاص يعني خلاص فعلا عافر والحاجات دي يعني. عافر والحاجات دي ها. طلعنا. الفطار بصراحه كان عباره عن يعني كان فطار بيزك شويه يعني. الحاجه الوحيده الغريبه اللي كانت في الفطار المربات بتاعتهم، بيحطوا اللمسه السيوي. اول يوم قدموا لنا مربى جزر، تاني يوم قدموا لنا مربى كركديه، ودي بصراحه. وبعد ما خلصنا الفطار اتجهنا علشان نروح الاكتيفيتيز او الاماكن اللي احنا هنزورها المفروض اول يوم. اول مكان رحناه كان مكان اسمه جبل الموتى، مكان مشهور قوي، معظم الناس بتروحه اول حاجه في سيوه، في معظم البروجرامز او معظم الشركات اللي بتطلع سيوه عموما. كان مكان روش يعني، كان مكان عباره عن جبل في موتى. صباح الفل.
كان مكان عباره عن جبل فيه حفر كتير قوي، المفروض ان كل حفره من دول مقبره فيها موتى. دايما بيبقى في الاماكن دي بيبقى معاكم جايد دايما بيقول لكم المعلومات اللي موجوده عن المكان ده. طبعا انا مش هقول اي معلومات عن الاماكن اللي احنا رحناها علشان ما احرقش عليكم السفريه او ما احرقش عليكم المتعه اللي ممكن تاخدوها من الاماكن دي. however كل مكان يعني فيه شويه معلومات عنه بتكون فاسينيتنج جدا، وبتكون حاجه بتكون ممتعه لما انت تبقى في المكان نفسه وحد بيحكي لك عن تاريخ المكان ده. وفي نفس الوقت الحلو في الجبل ده ان انت برضو بتشوف، يعني انت بتكون على مرتفع عالي قوي، بتشوف معظم سيوه تقريبا من فوق، فالمنظر فوق بيبقى تحفه. الجو بيبقى حر بصراحه اول يوم لان انتوا بتروحوا الصبح دايما جبل الموت ده، بس في نفس الوقت قشطه يعني الدنيا بتبقى لذيذه خصوصا في الشتاء يعني. وبعد كده انتقلنا الى مكان اسمه معبد الاسكندر الاكبر. معبد الاسكندر الاكبر ده كان مكان القصه اللي فيه اللي الجايد قالها لنا الشخص اللي كان معانا قصه بجد انترستنج جدا، اديها 10 على 10 عشان البلوت تويست بتاعتها فظيعه يعني، بس برضو مش هحرقها عليكم علشان تاخدوا التجربه كامله من لما تحبوا تزوروا سيوه او تسافروا للمكان. هو مكان انتوا هتحبوا تتصوروا فيه، الاضاءه فيه تحفه، مكان اثري، الاجواء فيه بتكون لطيفه يعني. بعديها اتجهنا الى مكان اسمه عين كليوباترا. عين كليوباترا دي عين من العيون اللي هي المفروض انها بتكون سخنه بالليل، معرفش الصبح بتكون سخنه برضو ولا لا، بس هي بتكون سخنه بالليل. دي واحده منهم. بس عين كليوباترا هي موجوده في مكان حيوي شويه ومش برايفت قوي، مكان الناس رايحه جايه فيه، فمش معظم الناس بتحب تنزل فيها يعني. فهي حواليها زي سوق صغير كده، شويه محلات اللي هو ممكن تشتروا فيه منها مثلا تذكارات صغيره، تشتروا منها سكارفز، تشتروا منها مثلا لبس، تمر او بلح. التمر بتاعهم مختلف وجامد جدا جدا جدا، مش من الناس اللي بتحب البلح عموما، او ايفر البلح بتاعهم تحفه يعني. في نفس المكان ده برضو الحلو فيه ان انت ممكن تقعد في اماكن معينه، في هناك زي كافيه كده، في قعده عربي، وفي برضو قعده عباره عن ترابيزات وكده، وبيقدم حاجات مختلفه شويه. الحاجات المشهوره عنده عصير مانجا بالريحان، مانجا بالليمون والريحان تقريبا، او مانجا ليمون ريحان. والعصير اللي احنا دقناه، اللي انا دقته برضو، انا دقت الاثنين بصراحه، بس العصير اللي انا دقته اليوم ده كان عصير اسمه عصير السيوي. العصير ده عباره عن موز وبلح ولبن ونسكافيه. ممكن تستغرب شويه الانجريدينتس، بس هو يعني عامل كومبو لطيف جدا جدا جدا، وبجد من الحاجات اللي طعمها كانت تحفه بصراحه. اديله 9.5 من 10. فلفينا هناك شويه كده، خدنا رواندايه في عين كليوباترا، وبعد كده اتجهنا الى مكان اسمه جزيره فتناس. جزيره فتناس دي من الجزر اللي هناك مشهوره، هي وجزيره طاغين، ان الناس بتروح هناك تتفرج على الغروب. المكان اللي هناك اظن في جزيره فتناس اسمه واحه الغروب، حاجه شبه كده. والمكان اصلا حتى هو مشهور بفكره ان الناس هناك بتروح تتفرج على الغروب. هحاول يعني انا صورت شويه هناك، بس اعذروني ان انا ما صورتش كتير قوي في الرحله عموما، لان انا زي ما قلت لكم كنت رايح اهدي كده واروق وافضي دماغي يعني. بس يعني صورت صور هناك، وهحاول انزلها لكم في الفيديو. وبجد هتشوفوا غروب وبجد هتشوفوا غروب هناك من احلى المرات اللي انتم ممكن تشوفوا فيها الغروب في حياتكم عموما. سيوي. خلصنا اتفرجنا على الغروب، اتجهنا الى اللودج او الفندق علشان وجبه العشاء اللي كانت تحفه بجد. بعديها خلصنا العشاء، وفي العادي هتلاقوا اي شركه، معرفش بصراحه اي شركه ولا لا، بس في العادي لو انتوا هتطلعوا مع الشركه اللي انا هقترحها ان شاء الله في اخر الفيديو ده، او في اخر الحكايه بتاعت سيوه يعني، لو انتوا هتطلعوا معاهم بصراحه هم دايما اول يوم بيقفلوا كل حاجه بدري يعني. اللي هو احنا خلصنا عشاء بيقولوا بقى ان الناس بيقولوا لنا تصبحوا على خير، اللي هو بيبقى علشان بيبقى الناس بقى اول يوم اللي احنا سافرنا فيه ده، الناس ما بتكونش نامت كويس، فبيدوا فرصه للناس اللي ما نامتش كويس دي ان هم يريحوا شويه، علشان تاني يوم بيكون في مجهود شويه، فبيخلوا الناس تريح من بدري شويه من قبلها بحبه. however رحت انا وبلال صديقي الى الاوضه، قعدنا شويه، ما كناش عايزين ننام طبعا، ما كناش لاقيين حاجه نعملها، لعبنا دور شطرنج كده، وبعدها بشويه قلنا نطلع، اكيد في ناس زينا كده زهقانين طلعوا يتمشوا شويه، ممكن نقابل حد من الناس اللي معانا في الرحله نستكشف يعني. نزلنا بنبص في المبنى، كان اللودج ده عباره عن مبنيين، وصلنا في المبنى بتاعنا ما لقيناش حد، رحنا المبنى الثاني ما لقيناش حد برضه، فقررنا ان احنا نتجه الى السوق نفسه. احنا كنا قريبين من مكان زي سوق كده في اخر الشارع بتاع اللودج بتاعنا، قعدنا نتمشى هناك شويه وجمعنا شويه الماب بتاعت المكان، وعرفنا ايه المحلات اللي موجوده، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نشتري منها، الحاجات اللي احنا ناخدها معانا واحنا ماشيين من سيوه، وقعدنا نتمشى حبه حلوين يعني، ورجعنا. فندق سيوي بعد ما رجعنا لقينا في ناس قاعدين الحمد لله في المبنى بتاعنا، قعدنا سوشيالايزينا شويه، قعدنا اتكلمنا مع الناس وتعرفنا عليهم، وبدانا نبني بوندز كده، ونبني الحاجات اللي هتخلي بقيه الرحله ممتعه اكتر لو انت عارف كل الناس اللي حواليك بطريقه احسن. من الاخر يعني وي بروك ذا ايس، يعني احنا حاولنا نتعرف على الناس اللي حوالينا اكتر علشان الدنيا تكون احسن لينا كلنا عموما. بس قعدنا شويه اتكلمنا مع الناس، رغينا، خلصنا واتجهنا الى الاوضه، ظبطنا دنيتنا وروقنا على حالنا.
كلنا اتجهنا ونمت، وبعد كده صحيت على الاكتيفيتيز بتاعت داي 2. تاني يوم المفروض ان احنا كان عندنا عباره عن 2 اكتيفيتيز. اول حاجه فيهم كانت السولت ليكس. السولت ليكس دي عباره عن البحيرات المالحه. اكيد لو حد ريلز من الريلز الروشه اللي على سيوه دي هتكونوا شفتوا اي فيديو جامد قوي للمالحه دي. ولون الميه هناك مش طبيعي. لون الميه حاجه مش هتشوفوها في حياتكم، حاجه زرقاء لونها كريستالي كده تيل. الميه نفسها مهما كان الجو برد، هو بصراحه مشكلتها الوحيده ان احنا عشان احنا رايحين في الشتاء وكده، ان دايما البحيرات المالحه دي ساقعه جدا في الشتاء. however لما بتاخد الخطوه يعني وبتتجرأ وبتنزل الميه، الموضوع بيكون احلى بكتير مما انتم متخيلين. الموضوع بيكون بتاخدوا على الميه شويه. وفي هناك حاجه حلوه قوي برضه، ان الميه دي مش محتاجه اي مجهود، انت بتسيب نفسك والميه بترفعك على طول. يعني انت لو حاولت تغرق مش هتغرق. راح الموضوع ده مريح قوي وبيخلي التجربه ممتعه جدا جدا جدا. لموضوع هي بس الميه ساقعه قوي فعلا، يعني هي الميه بس محتاجه ان انت بس تاخد الخطوه الاولانيه دي والدنيا بتكون احسن شويه. قعدنا هناك لحد الغروب يعتبر. الغروب هناك برضو تحفه، وخدت برضو شويه صور هبقى احطها للمكان. فبعد البحيرات المالحه اتجهنا الى هوت سبرينجز. دي بتبقى عباره عن زي برضو نفس الفكره بتاعت البحيرات اللي هي فيها مياه جوفيه او مياه عذبه اللي موجوده في سيوه عموما يعني. بس هي بتكون سخنه كده طبيعيا مهما كان الجو برد. الجو كان تلج اصلا ساعتها. كنا يعني مشينا بعد الغروب، رحنا هناك كده والدنيا بتضلم يعتبر. رحنا نزلنا المياه هناك. المياه كانت دي بقى كانت تجربه تحفه بجد. المايه هناك كانت سخنه، كانت ليترلي سخنه، اللي هو مش بتلسع بس في نفس الوقت مريحه. وبجد تجربه كانت بجد رائعه ساعتها. حاجه كده بتهدي الاعصاب قوي. هتحس ان في نيجاتيفيتي كده بتتشال منك في التجربتين بتوع السولت ليكس والهوت سبرينجز دول عموما. يعني الدنيا بتبقى تحفه بصراحه. كان يوم كان من احسن الايام يعني اللي احنا قضيناها عموما هناك يعني في سيوه. خلصنا الهوت سبرينج وطلعنا على بحيره كليوباترا دي تاني، علشان كنا المفروض ان احنا هنتعشى هناك. وبعد كده احنا خلصنا الوجبه اللذيذه دي، قعدنا شويه في القعده العربي بتاعت بحيره كليوباترا دي، واتجهنا الى اللودج تاني. نزلنا قعدنا رغينا شويه، لعبنا كارد جيمز شويه، الدنيا كانت لطيفه. بعديها رحنا نمنا علشان نستعد لليوم الثالث. تاكسي جاي من الحمام علي يا خميسه مين جدا. فاليوم الثالث بقى يا جماعه، اليوم الثالث كان بالنسبه لي بصراحه كان من احلى الايام يعني. اليوم الثالث كان عباره عن سفاري، وان احنا هنروح ننام في الصحراء. الفكره كلها بالنسبه لنا كانت، او بالنسبه لناس كتير كانت مخيفه شويه يعني، فكره ان احنا هننام في الصحراء وكده. ابتدينا نتحرك كده على الساعه 11 من اللودج. فطرنا في عبده عند عم عبده. جم 5 عربيات، كل عربيه كان فيها المفروض 5 افراد يعني. احنا كنا بتاع 25 شخص يعني في التريب. 5 عربيات اللي هي 4x4 بقى الضخمه بتاعت الصحراء دي بقى، اللي هي اللاند كروزر دي. وبعديها اتجهنا الى الصحراء، وساعتها خدنا اجمد رايد بعربيه خدتها في حياتي. الموضوع مش هيكون مريح او عادي بالنسبه لناس كتير لان هو مرعب شويه. انت حرفيا الراجل بيقعد يتنطط بيك وبتاع وكده. تجربه السفاري بس بالعربيه دي، وفكره الجري بالعربيه في الصحراء، فبصراحه لا، تجربه ادرينالين رائعه بجد. وبعديها رحنا عملنا ساند بوردنج في مكان في الصحراء برضو. انت بتعمل فيه ساند بوردنج زي لو الناس راحت الفيوم او كده عارفه التجربه بتاعت الساند بوردنج عموما، بس في سيوه بتبقى احلى شويه، مرتفع اكبر، فالموضوع امتع سيكا يعني. واتجهنا الى المفروض الكامب بقى اللي احنا المفروض هنقعد فيه في وسط الصحراء. واول ما وصلنا الكامب شفت المنظر الرهيب ده، وبصراحه المنظر كان تحفه، من احسن المناظر اللي انا شفتها ساعتها. الموضوع بصراحه كانت تجربه ممتعه عموما فكره الكامبينج في سيوه. فصحينا ثاني يوم خدنا الفطار في الصحراء، وبعديها العربيات ال4x4 جت لنا تاني، واتجهنا الى الفندق علشان ناخد الشنط بتاعتنا ونتجه الى القاهره تاني. بس فهي دي كانت الرحله الى سيوه عموما. هل بقى سيوه ولا دهب يا ابراهيم؟ ما انت ما رحتش سيوه يا ابراهيم. حصل خير. انا بصراحه بالنسبه لي خدت التجربه الحلوه في الوقت الكويس للاثنين، بس انا حاسس ان تجربه سيوه يمكن انا ميال ليها اكتر، يمكن عشان لسه راجع. سيوه كمان بتجبرك على شويه حاجات كده، فكره ان انت تفصل من الواقع عموما. الشبكه هناك في شبكه، بس الشبكه هناك مش كويسه في كل الاماكن، فانت في اوقات كتير قوي بتكون مضطر ان انت ما تمسكش الموبايل. ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي قوي هناك، واللي خلتني فعلا اقدر فكره ان انت تسيرش او ان انت تبحث عن المتعه في حاجه تانية غير ان انت تمسك الموبايل، او غير الحياه بتاعتنا هنا في المدينه عموما. وفكره الشغل والحاجات اللي احنا بقينا نستمتع بيها لازم تكون حاجات فانسي. لا، الموضوع بسيط قوي، فده مش موجود في دهب خصوصا دلوقتي عشان الزحمه وكده. وفي الاخر عاوز اشكر الشركه اللي احنا طلعنا معاها اسمها ديزرت فوكس. هسيب لكم اللينك بتاعت البيجز بتوعهم تحت في الديسكربشن وارقامهم وكده.
اخيرا وبس. ده كان الاسبوع بتاعي. هقول لكم بقى على ايه الجديد اللي هيحصل. انا هبتدي الكليه الاسبوع الجاي، وعشان تبقوا عارفين برضو انا بشتغل جنب كليه فول تايم جوب 9 ساعات 5 ايام في الاسبوع. هل الموضوع سهل؟ الموضوع صعب جدا جدا جدا، وهو ده اللي مخليني ابتدي حاجه زي كده، هو ده اللي مخليني احاول ان انا اشجع نفسي باي طريقه ممكنه ان انا اعرف اعمل الحاجات دي كلها مع بعض. لازم احط مجهود ضخم قوي 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 في الكليه الفتره اللي جايه، فعاوز دعواتكم. هحاول ان انا انزل كل اسبوع باذن الله، ويا ريت تبقى قصه حكايه سيوه عجبتكم. ولو كملتوا الفيديو لحد دلوقتي بصراحه انا بشكركم جدا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، لان ده جدا بيساعد. ونهايه ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فات والفيديو اللي جاي، والسلام عليكم. 100 100 صح. خلصنا الفيديو 100 100. يلا هنا زي الفل. عدي. نقفل. اقفل يا باشا.